شايفين الطبق اللي بيشهي اليوم؟ هي أكلة شوى عماني بالعسل الأسود على أصولها، وبكل بساطة بتقدر تساويها بالبيت عندك. السلام عليكم حبايبي واصدقائي متابعين قناة الشيف انور. شفتوا المقدمة تبع الطبق اللي عملناه؟ اكيد عجبتكم. مع بعض تابعوا معي الفيديو للاخير ولا تفوتوا ولا لحظة حتى تشوفوا كيف عملنا هالاكلة وشو اسرار طريقة التحضير تبعها. نحن اليوم المكون الاساسي تبعنا رقبة خروف، هي وزنها 3 كيلو. هي رقبة خروف بالعظم بخير امها وابوها مثل ما هي دهنتها عليها وكل شيء عليها. هلا رح ساوي التتبيله بالمرحله الاولى. شوفوا التوابل اللي حعملها وكيف رح ساوي الخلطه تبعها مشان تعملوها عندكم بالبيت وتعطوني رايكم فيها. تابعوا الفيديو للنهايه، بس لا تنسوا اللايك الحلو والمشاركه مع الاصدقاء. بدايه واهم شغله رح اعملها، رح اعمل السنوت. السنوت هي توابل الخليج كلهم بيعرفوها، موجوده عندهم، بس يعني انا هون عباره عن كمون محمص. هي معلقه كمون حطيتها هون بالمقلاية ورح حمصها على نار هادية. النكهة تبعي واعطيها تميز رح اضيف للاكلة تبعي فلفل اسود حصى وبحطهم وحمصهم مع بعض على نار باردة. بعد ما حمصت الكمون مع الفلفل شوفوا اللون تبعه ما احلاه، صار لونه غامق. بعد ما حمصت الكمون رح جيب عليهم معلقة بابريكا. هي المعلقة رح حطها فوق الكمون، وبحط معلقة زنجبيل بودر. في حال عندي زنجبيل اخضر بحط 30 جرام وطعمته اطيب، ما عندي بحط معلقة زنجبيل بودر. وبحط كمان معلقة كبيرة بذر كزبرة ناعمة او خشنة، هيك حينطحنوا على المطحنة. وبحط كمان نص معلقة جوزة الطيب، وبحط معلقتين ملح كبار فوق البهارات اللي انا عم طبقها. وهي البهارات تبعي بعد ما طحنتها على المطحنة وحركتها وتأكدت انه ما فيها شي خشن، كلياتها ناعمة. شايفين؟ وهلا برجع بجيب المطحنة بجيب عليها قدر راس توم. شايفين الكمية؟ حطهم بالمطحنة. حط عليها فنجان قهوة خل بيتي، خل تفاح يكون بيتي، إذا عنا خل البلح أطيب وأطيب، وبطحنهم. وهلا بجيب فنجانين لبن، كتت الأول وهي الثاني، كت عليه الخل والثوم بعد ما طحنتهم، اضربهم عن خفال صغيرة. حط عليهم فنجانين زيت، هي الأول وهي الثاني، هدول فنجانين قهوة زيت. حطهم مع بعض وبنزل عليهم بالتوابل اللي ساويتها. بعد ما نزلت عليهم بالتوابل برجع بضربهم مرة ثانية. هي التتبيلة عندي صارت جاهزة، حطها على جنب. وهلا بجيب رقبة الخروف وبدهن عليها هيك بالتبلة تبعها، بدي اياها كلها تشبع تبلة. وهلا حطيتها على ورق الزبدة وكت عليها تتبيلة وبزود وبرفع. وهلا بعد ما لفيتها منيح بورق الزبدة بجيب ورق القصدير وبحاول اني ركز انه التتبيلة تبقى جوا. طبعا انا زاد عندي شوية تتبيلة حاستعملهم بكرة. هلا شايفين حبايبي لفيت اول طبقة، هلا بيجي على الطبقة الثانية. هيك انا غلفتها والتتبيلة جواتها، وزاد عندي شوية تتبيلة، هدول بدي استعملهم بكرة لما بدي افتح عليها واعطيها وش تحمير من برا. وهلا حبايبي بعد ما غلفتها رح خليها بالبراد لمدة 12 ساعة، من 12 ل 16 ساعة لتشرب التبلة. وبعدين مثل ما هي هيك بفوتها على فرن درجة حرارته
160 لل 170 مدة 8 ساعات. وهلا بعد ما مرق 12 ساعة واللحمة بالبراد بتتبيلتها، جبت مي ولحبي على الصينية مي. نفتح القصدير هيك. بعد ما عبينا عليها المي، شايفين؟ رح لفها عليها قصدير من برا وفوتها على فرن درجة حرارته 170 لل 180. وهلا عم نفتح الصرة المقفولة هي لنشوف الخفايا والخبايا اللي مخباية جوا. طبعا اللحم شايفين البخار اللي عم يطالعه، واللحم مستوي ورايح نيفا. هاي الأكلة الشوى العماني بدها شوية عسل فوق منها، عسل نحل بتغير طعمتها كلياتها. شايفين اللحم شي بشهي. هلا صفي علي جيب طعمة الفحم. عندي شوية صلصة او تتبيلة زادوا مبارح حطيتهم بالبراد. هلا حادهن اللحم من برا وحط عليهم شفة قصديرة جنبهم، وحط عليها فحمتين مع شرة زيت وفوتهم على الفرن لمدة ساعة زمان. منه بتنشف اللحمة وبتشد، وبنفس الوقت بتاخد ريحة الفحم. طبعا لاحظوا انا حاطط بالصينية شوية مي، هي المي اللي زادت عندي كانت بالصينية. وبدي انتبه منيح، اول ما اشر الزيت لازم اغطيها بسرعة مشان شو الدخنة تبع الفحم هاي ما تطير. انا بدي استفيد منها وخلي اللحم يشرب هالريحة هاي. وهلا بعد ما قفلناها منيح حنفوتها على الفرن لمدة ساعة، وبنشغل عليها النار من فوق ومن تحت. وبعد مرور ساعة بفتحها هيك اللحم صار قاعد بالفرن 9 ساعات. شايفين اللحم يا دوبه ماسك حاله. مشان اقدر احركها من الطبق وشيلها وحطها، شو رح اعمل؟ رح خليها تنشف شوي من فوق. اول شي بشيل الفحمة هاي، وبعد ما اشيل الفحمة بسكر عليها لمدة 10 دقايق حتى تشد من فوق وتقدر تشيلها من الطبق. وعيني يا عيني والله شي بشهي. بدي دقلي قطعة لحمة شوف الاستوى تبعها شو اخباره. شايفين هي القطعة وقعانة لحالها يا عيني، رايحة نيفة على الاخير شي بشهي. بس صفى بدها شو لكها بالعسل ودوق وادعيلي يا عيني. بهذا الوقت انا استثمرته وعملت طبق رز حطيته قدام منها، بنكون اكلتنا صارت جاهزة. وحطيت قدام منها صحن عسل حبة البركة، وهون بتشر عليه العسل وتضرب لحم. بتمنى تكون طريقة عجبتكم، واكيد ما حتنسونا من التعليقات والاعجابات الحلوة للفيديو والمشاركة مع الاصدقاء. وكتبوا لنا تحت بالتعليقات شو رايكم بالاكلة ومين اللي عملها وشو حابين نعمل بالفيديوهات القادمة. كان معكم الشيف انور، منتظرونا. باي باي.